تشاو اميجوز. زمان الافلام الكرويه كانت كوميديه، شحات ابو كف، 4-2-4، الشياطين والكوره. ما كانش في فيلم بيتكلم عن روح الصعود لاعب بجد لحد العالمي اللي كان افضل فيلم بيتكلم عن الكوره بالنسبه لي. طب هو ليه بنحبه؟ وهل فعلا الفيلم مسروق؟ يلا بينا. اي حد بيحب الكوره بيحب فيلم العالمي، بس هو فعلا الفيلم مسروق؟ الاجابه في فيلم امريكي اسمه جول، ليه 3 اجزاء، لكن احنا هنتكلم عن اول جزئين. الفيلم نزل سنه 2005 باسم جول ذا دريم بيجنز، اللي بيحكي عن شاب مكسيكي هاجر لامريكا بطريقه غير شرعيه من صغره مع والده. اي حد شاف الفيلم هيحس ان العالم مقتبس منه، نفس التيمه، فيلم مش منحوت منه، بس تحس فيه تشابه في الاحداث كتير. واحد بيحب الكوره وابوه مش عايزه يطلع لعيب كوره وعايزه يطلع زيه، هو مش بيحب شغل ابوه وبيختلف معاه كتير وبيلعب كرة من وراء ابوه، طبعا انت واخد بالك، واللي بيكتشفه بيشوفه بالصدفة برضه وهو بيلعب ويقترح عليه يحترف بره، ولما بيسافر بيخون حبيبته برضه، بس ده في الجزء التاني. الصراحة الفيلم كان فيه لعيبة كتير عظام برضه زي بيكهام، ألان شيرر وزيدان، انت فاهم؟ بس برضه الفيلم بتاعنا كان فيه عظام، مش محتاج اقول لك يعني، كفايه ان الفيلم ظهر فيه كابتن محمد ابو تريكه، عايز اكتر من كده ايه يعني؟ فهي نفس الفكره. بالنسبه لي العالمي افضل عشان القصة بتاعته متكاملة أكتر، بس مش في كله يعني عندك في شخصية الأب في الفيلم الأجنبي كان معروف السبب وعايز ابنه يطلع يشتغل معاه ليه؟ عشان هو مراته سابته وابنه لسه صغير وهو جه أمريكا بطريقة غير شرعية، فكان عايز ابنه يساعده عشان يكبر شغله ويستقر هناك. لكن في العالمي الأب كان توكسيك عشان هو توكسيك، يعني ما ادانيش السبب ليه هو بيعمل كده وليه هو مهتم بالمطبعة بالطريقة دي. شخصية اللي اكتشفه في الفيلم الأجنبي لعيب كرة أصلا في نيوكاسل، وكان بيكتشف مواهب بعد ما اعتزل، وهو اللي جاب له عرض في النادي وهو اللي استضافه في بيته، فهو مديك خط كامل ليه وفضل موجود لحد آخر مشهد في الفيلم. لكن محمد لطفي اكتشفه في أول 10 دقايق في الفيلم وبعد ال10 دقايق مشي. هتقول لي الراجل التاني هو اللي صفره، اقول لك صح، بس انت اديتني الخط بتاع محمد لطفي ده ليه؟ كمان لما اللاعب اللي اسمه عمر لقاه في المستشفى كان عارفه وعارف نادي اسكو، يعني كان ممكن يتعمل له خط افضل من كده ومش يتكروت كده يعني. بس محمد لطفي عمل اهم حاجه في الفيلم طبعا، هو مشهد النصيحه. ابعد عن 3 حاجات: السجاير والخمره، والتالتة بقى النسوان، واللي ملك عملهم كلهم. نرجع لموضوعنا، بس زي ما قلت لك بالنسبه لي قصه الصعود في الفيلم العالمي افضل، بس في سؤال جه في دماغي وانا بتفرج على الفيلم الصراحه، ليه دايما النهايه في الافلام المصريه لازم تبقى سعيده من جميع النواحي؟ يعني في الفيلم الاجنبي اللاعب في الجزء الثاني بيحقق ريال مدريد دوري الابطال اللي كان غايب عنهم بعد سنين، ودي تعتبر نهايه سعيده، بس ما رجعش لحبيبته اللي هو خانها، وده بالنسبه لي شيء واقعي. ولما تتفرج على الجزء الثالث هتفهم ان هم ما رجعوش لبعض تمام، مش بريك ورجعوا تاني، لا، انتهت علاقتهم. بس انت في العالمي رجع لحبيبته وصعد مصر كاس العالم وتصالح مع ابوه وعاشوا في تبات ونبات وخلفوا احمد وعماد. نسيت اقول لك ان في الاجنبي ما تصالحش مع ابوه، بس واخد بالك بطريقه ذكيه ان ابوه بعد ما ابنه هرب وسافر انجلترا عشان يحترف شافه هو في الكافيه خليها مشيها كافيه وابنه بيلعب كوره وكان فخور بيه، بس ما صالحوش ومات من غير ما يتصالحوا. بس لما فكرت لقيت سبب مقنع شويه، وهو فكره ان في مصر الشعب على اخره، فعايز الناصر للبطل عشان يخفف عن نفسه شويه وما يبقاش انا طالع عيني، وكمان لما اجي افك شويه خليني طالع مكتئب، فعشان كده بقيت احس ان الموضوع متجه لكده. طب هو احنا بنحب الفيلم ليه؟ احنا بنحب الفيلم عشان حاجات كتيره. اولا الفكره، فكره انك مع لاعب من صغره بتحسسك كانك انت اللاعب وان دي قصتك انت، وتقريبا 99% من الرجاله كان حلمهم وهم صغير واحد يطلع لعيب كوره مشهور حتى لو ما بيعرفش يلعب كوره، زي ما قال لك كريم عبد العزيز. كان نفسي اطلع لعيب كوره كبير ومشهور، مع اني عمري ما عرفت العب كوره. برضه في حلم تاني دايما بيجي في دماغ الشباب حتى لما كبروا، زي ما الحلم هيقوله لك ابراهيم فاهم. مثلا لحد النهارده اقسم بالله ربنا اكرمني وانعم عليا بنعمه الشهره ونعمه ان انا راجل اعلامي والحاجات دي كلها، بس لحد النهارده بقعد احلم نفس الحلم، بلعب كوره في ماتش مهم. انا الحلم ده بيجي لي ما اعرفش، طب خلاص انا مش عايز، يعني انا خلاص ما بقتش بفكر انه انا عايز ابقى لعيب كوره. يا جماعه خلاص عندي 40 سنه فمش هبقى لعيب كوره. طبعا عماد متعب وابو تريكه بالنسبه لهم ايه الحلم في كده؟ حضرتك عماد متعب ده لما كانت بتيجي الدقيقه 90 كان بيستحضر روح رونالدو الظاهره. نرجع لموضوعنا، فانت بتحقق لي حلمي حتى لو في هيئه فيلم. كمان فكره كاس العالم ساعتها كان بقالنا 20 سنه ما رحناش، فالموضوع كان مليان مشاعر للجمهور. خلي بالك احنا اكتر شعب كروي ممكن تشوفه في قاره افريقيا كمان. تاني حاجه المزيكا بتاعت الفيلم، المزيكا اللي بقت متعلقه بالمود بتاع الكوره واللي هي كانت بتشدك للفيلم، واحنا اتكلمنا عن المزيكا بتاعت الفيلم في الفيديو افضل موسيقى تصويريه ولا يظهر لك فوق دلوقتي. تالت حاجه تسكين الادوار، يعني النجم الاول للفيلم هو يوسف الشريف واللي هو كان لاعب كوره جامد، ولما طلع مع نصوحي وراك جزء من مهاراته في سن كبير، هو كان من ناشئي النادي الاهلي،
وبقيه الادوار. يعني بالنسبه لي انك لما تجيب لعيب بتاع سهر وشرب وبنات، جاب لك ابراهيم سعيد اللي هو اصلا كان معروف بكده، ودور العظيم صلاح عبد الله اللي هو كان اب جبروت كرهني فيه، ولما تاب صعب عليا. رابع حاجه الصدفه، ان يجي لاعب يحترف ويلبس رقم 11 ويدخل مصر كاس العالم. طبعا انت عرفت انا بتكلم عن مين، العالمي احمد حسام ميدو. استنى بهزر، بس على فكره مش بهزر قوي، لان ساعتها لما استشاروا حد عن الفيلم استشاروا ميدو عشان كان هو اشهر محترف مصري وقتها. بس طبعا انا قصدي ذا ايجيبشن كينج محمد صلاح. دي بقى اكتر حاجه عدت شهره الفيلم. يعني بعد ماتش الكونغو اللي كسبنا فيه صلاح، والدراما اللي كانت في الماتش شبه دراما الفيلم جدا، واللي صلاح هو اللي يجيب الجون اللي صعدنا، نفس الدراما. بس احنا ما كانش عندنا الطموحات اللي حققها صلاح بجد. لما احنا عملنا الفيلم خلينا نروح فالنسيا اللي كان كويس ساعتها، بس مش الفريق اللي هو يعني كنتش تتخيل انه يكون اللاعب بتاعك الثامن هداف تاريخي في تاريخ ليفربول، وهو اللي يدخلك كاس العالم. ويا ريتنا ما روحنا، بس احنا بنتكلم عن الفيلم. وطبعا الاداء التمثيلي بتاع الفيلم كله كان جامد، عشان كده بنحب الفيلم. وبس، اتمنى يكون الفيلم عجبكم. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتقول لي رايك في الكومنت. وتشاو.